رسالة أريد أن أوصلها، أقسم بالله العظيم لو كان في ذرة رحمة وخوف في بعض الشعوب على أنفسهم من عذاب الله يوم القيامة، يوم اللقاء، يوم الحساب، لكان في قلوبهم ذرة خوف ورحمة على أهل فلسطين، على أهل غزة. والله العظيم الأغاني والترندات والكلام الذي نزلته عن فلسطين لو كان فاتهم بشيء لانتصروا من قبل آلاف السنين، لحققوا انتصارات من قبل آلاف السنين. أهل فلسطين بالأمس أشوف البعض ينزل منشورات عن فلسطين بكل عزم وثبات، اللي يشوفه تقول هؤلاء لو فتحوا لهم الحدود بيدخلوا ينصروا فلسطين، بيدخلوا يحرروا الأقصى. وتدخل تشوف البثوث حقهم متعري، يطلع معها متعرية وطارحين علم فلسطين بكل عز وفخر، علم فلسطين وراهم، وبيرقصوا ويتكلموا بكلام بذيء ويقول لها كلام لا يرضي الله ولا رسوله، والله أكبر وسوف ننصرك يا فلسطين. والله لو كان النص بأيديكم أنتم لما تحررت فلسطين ولا حقق انتصار لا يوم الدين. عندما تتكلم أنت عن فلسطين أنت تتكلم عن أرض الثبات، عن الكرامة، عن الحشمة، عن العرض، عن الشرف، عن الإسلام. أنت ما بتتكلم عن مسلسل تركي تقضي بها متاعك. هذه فلسطين. فلسطين تبى لها رجال، تبي لها كم من نشمي، كم من كف، كم من إنسان عارف إن الله حق، كم من إنسان في قلبه دين وثبات وإيمان. هذه فلسطين الذي تبي لها، وأتمنى أن أنتم توصلوا هذه رسالتي.